مساء الخير، شلونكم بنات؟ أخباركم؟ يا رب كلكم بخير وصحة وعافية وسلامة وراحة بال، آمين يا رب العالمين. أكيد في حال أول مرة تشوفيني، أني جنة وهاي قناتي يوميات جنة. أتشرف بتواجدكم بالقناة، وكل الهلا بيكم أخواتي وصديقاتي، نورتوني وشرفتوني وأكيد بعد كثرتوني. ممنونة من عندكم على تعليقاتكم الحلوة وعلى كلامكم الحلو وعلى تفاعلكم الأجمل يا أحلى عائلة. بنات، أول شي تسوونه تصلون على محمد وآل محمد أكيد، وتخلوا لي لايك من إيدكم الحلوة وتشرفوني بتعليقكم الحلو اللي ينور القناة. إن شاء الله راح نوصل 5000 مشترك، وبفضل الله ثم فضلكم إن شاء الله راح نوصل بعد أكثر بإذن الرحمن. اليوم نبدأ عن الفيديو روتين يومي، وراح أفرز الفطر قدامكم. طريقته كلش واضحة. نقشر الفطر تقشيرة نظيفة، نشيل القشر الفوق، من بعدها نمسحه بمنديل مطبخ مبلول، يعني اكلنس المطبخ بليه شوية وامسحي الفطر، راح ينظف وياك من غير ما تخلينه جوا المي، لأن إذا خليتيه جوا المي وغسلتي الفطر راح يخرب لأنه يمتص السوائل. راح تكون الطريقة واضحة قدامكم مال تفريز الفطر. بعد ما تقطعينه تحمسينه بشوية زيت إلى أن يستوي وتخلينه يبرد. طبعا لازم تخلينه بمصفي حتى يذب السوائل إذا في سوائل، ومن بعدها يبرد حطيه بأكياس بالفريزر وطلعيه من عنده. اليوم عندي ميزانية وحدة من الأخوات، اسم الحساب طبعا أسطورة، تقول 500,000، وإحنا 6 أفراد، و40 النت، و65 عدها خط، وعدها 75,000 الإيجار. إذا جمعناهم كلهم النت والخط والإيجار راح يطلع 187,000. ايش قد يبقى 312. نشيل من عندهن 7000 قنينة الغاز، تبقى 305,000. شو نسوي بال305,000؟ نعزل 50 لحوم ودجاج طبعا للشهر كله نقسمها، و50,000 مصرف الأطفال، تبقى 200. 200 نعزل من عندها 25 على جنب احتياطي، نعتبر نفسنا هذا ما موجود إلا للضرورة، تبقى 175 مصرف المخدر والريوق. وأكيد دائما أني أقول بنات نتسوق أسبوعي ونقتصد ونوفر، ودائما أم البيت تعرف شلون تمشي يومها. يعني إذا رحتي تسوقي بال25 مال أسبوع وإنتي تعرفين تدبريها، يعني الشغلات اللي موجودة عندك من الأسبوع الماضي حتى لو بكيلو أو نص كيلو لا تجيبيه، دبري يومك هيك نمشيها إن شاء الله. فاتتك التقسيمة حبيبتي. الحساب الثاني اسمه حسن سالم، ميزانية 200,000 وهم 6 أفراد، بس مصرف الأطفال والمسواق. حبيبتي عزلي للأطفال 50,000، هم 4 كل واحد 25، العفو هم 4 الأطفال كل 2 ب25. تمام، تبقى عندك 150,000. عزلي 50 لحوم ودجاج تسوقي بيها للشهر كله، تبقى 100. كل أسبوع تسوقي ب25,000 ريوق ومخضر على اللي يكفيكم الأسبوع. وانتي هماتين أكيد راح تعرفين تدبريها، تسوين عروق هاي السوالف، يعني أم البيت هي تعرف. أكو حساب اسمه سيف، وأكو حساب اسمه أميرة علي. أميرة علي بس وضحيلي انتي كاتبت لي تقريبا 30,000 النت والمولد ما أعرف شنو، فوضحيلي النت 30 والمولد 30، لو اثنيناتهم ب30 على المود أعرف أقسم ميزانيتك حبيبتي اللي هي ميزانيتك 350,000. أتمنى تكتبي لي بالتعليق إذا شاهدتي الفيديو. هسه عندنا حساب سيف، تقول 200,000 شهريا وعدها 3 أطفال، بس مصرفهم كل يوم كل واحد 1000 دينار. ترى الألف كلش هواية على الطفل، أنا دايما أقول الألف هواية على الطفل. وتقول أدفع النت وسحب بين شهر وشهر 25,000. النت اللي تدفعينها بين شهر وشهر، هاي 25 شهر اللي ما تدفعينها بيه شيليها ضميها، اعتبري نفسك دافعتها. تمام. شو نسوي؟ 45,000 نعزل مصرف الجهال كل شهر، كل واحد 500 دينار باليوم. تمام، نرجع ايش قد يبقى عندك؟ يبقى 130,000. 130,000 50,000 لحوم ودجاج، تبقى 80,000 مصرف البيت. وزوجك عوفيه هو يدبر نفسه، ما تقولي لي زوجي ياخذ من عندهن من يطلع وهاي السوالف، أبد، خليه هو يدبر نفسه. يعني هذا يكون فقط للبيت، أنا ما أريد أقولك انتي هيك قليلة لا، بس لازم هذا يعرف انه هذا المصرف خاص بالبيت وميزانية البيت، ما يصير هو من يطلع ياخذ من عندها، لانه هذا الشي خطأ.
باي. وإذا انطيتي للأطفال بالمدرسة يعني من يداومون بس مصرف، يعني تعطيهم بس مصرف، يعني بس من يروح للدوام تنطينا مصروف، بالبيت إذا قاعد أو عطلة ماكو مصروف، فراح يفرق عندك 12,000 بالشهر من مصرفهم. هاي ال12,000 تقدرين تضمينها فوق ال25، صدقيني راح تنفعكم كلش هواية بحالة الطوارئ. أتمنى فتك حبيبتي. هسه عندي بعد منو، بعد هاي أميرة علي. مثل ما قلت لكم أنا قسمت مصروفها بصراحة، بس قسمت علي أنا فهمته من التعليق، فأتمنى إذا شفتي الفيديو كتبي لي حبيبتي إنه أنتي يعني النت والسحب كل واحد 30 لو شلون، لأنه ما عرفت أقسمها بصراحة، لأنه ما فهمت التعليق كل زين. هسه أم رقية تقول، أم رقية ما أتوقع يكفي الفيديو لأم رقية، فإن شاء الله راح أنزلها بالفيديوهات الجاية. وأتمنى إن شاء الله اليوم الفيديو هماتين عجبكم. أكيد إذا عجبكم لا تنسوني باللايك وتركولي تعليقات كلش هواية مثل ما شفتوا. طبعا هذا تايد سائل بنات، جبت الغسالة الفوق أوتوماتيك، الريحة مالته كلش طيبة يعني تغنيك عن المعطرات، بس مع ذلك أنا ما أقدر أستغني عن المعطرات. وهاي كانت عندي دجاجة أنا متبلتها للعشاء، لأنه زوجي صايم، وألف الحمد لله والشكر. هذا كان فطورنا، وهذا كان يومنا. إن شاء الله عجبكم الفيديو، وانتظروني فيديو جديد أكيد. أترككم بأمان الله حفظه. باي باي.